اتمنعت أفلامها من العرض واتجوزت فنان مشهور في السر، والسرطان أنهى رحلتها بدري قوي، وبنتها زارت قبرها بعد 38 سنة. أيقونة الإغراء ناهد الشريف. يا ترى إيه اللي يخلي فنانة تتمنع أفلامها من العرض؟ وإزاي تكون نجمة مشهورة وتتجوز فنان كبير في السن؟ وليه بنتها الوحيدة معرفتش تزور قبرها غير بعد 38 سنة من وفاتها؟ يوم 7 إبريل ذكرى وفاة واحدة من أشهر نجمات الإغراء في تاريخ السينما المصرية، الفنانة ناهد شريف، اللي رغم عمرها القصير سابت وراها قصص وأسرار ممكن تكون فيلم لوحده. اسمها الحقيقي سميحة زكي النيال، اتولدت سنة 1942، وحياتها كانت مأساوية من البداية. في الأول فقدت والدتها وهي عندها 8 سنين، وفضلت عايشة مع أبوها في بيت كله صرامة وشدة لحد ما أبوها هو كمان اتوفى وهي عندها 14 سنة. ناهد دخلت الفن من بوابة القدر، وصاحبة الفضل كانت زبيدة ثروت. زبيدة كانت صاحبة العيلة وعرفتها على مدير التصوير في الوقت ده وحيد فريد، اللي بدوره عرفها على المنتج والمخرج حسين حلمي المهندس، واللي كان أكبر منها بكتير بس حبها واتجوزها وقدمها في أفلام كتير زي عاصفة الحب وأنا وبناتي. وفي البداية كانت بتمثل دايما دور البنت البريئة، لكن بعد كده قلبت الترابيزة وتمردت على دور البنت الطيبة وقررت تدخل عالم الإغراء من أوسع أبوابه. ساعتها حصلت أزمة بسبب بوستر فيلم شهر عسل بدون إزعاج لما ظهرت عليه شبه عريانة، واللي خلاهم يغيروا البوستر بالكامل. وقتها اتجوزت الفنان كمال الشناوي في السر، وكانت مراته التانية، بس الجوازة دي ما استمرتش وانفصلوا بعد 6 سنين. وشاركت في أكتر من عمل وأشهرهم رجب فوق صفيح ساخن والعمر لحظة وانتبهوا أيها السادة. بعد النكسة سافرت لبنان ودخلت مرحلة جديدة في حياتها الفنية، وشاركت في أفلام هناك، وكان أبرزهم ذئاب لا تأكل اللحم اللي اتمنع من العرض بسبب جرأته الزيادة. أما الجوازة الثالثة فكانت من لبناني مسيحي اسمه إدوار جرجيان، وهي كانت مسلمة، ورغم إنها كانت مسلمة خلفت منه بنتها الوحيدة بستيريا. لكن فجأة جت الصدمة، اكتشفوا إنها مصابة بالسرطان وسافرت بره تعمل عملية وترجع مصر تشتغل تاني عشان محتاجة فلوس، وهي عندها 39 سنة. أما أغرب تفصيلة إن بنتها ما عرفتش تزور قبرها غير سنة 2019 بعد 38 سنة كاملة من وفاتها. تخيلوا كمية الوجع اللي عاشتها البنت دي طول السنين دي. ناهد شريف رغم كل الجراءة اللي اتوصمت بيها كانت إنسانة طيبة وقوية واتظلمت كتير، بس اسمها لسه عايش لحد النهاردة وبيفكرنا دايما إن الشهرة مش دايمة، إن ورا كل نجمة حكاية ممكن تكسر القلب.